احنا كلياتنا نعرف ان القائد احد الاشخاص العظماء اللي ينادوا بحرية المرأة ومناهضة سياسة حكومات الدول الرأسمالية اللي هي كانت غايتها الاولى والاخيرة السيطرة على الشعوب وعلى عقول الشعوب لحتى ما يكون في حريات لكثير من فئات الشعب. طبعا هاي السياسات موجودة بكل دول العالم وتتفاوت من بلد لبلد. بالنسبة لموضوع العزلة، أي إنسان عاقل يسأل حاله إنه ليش كل هالدول تكالبت أو الكل حاط بباله إنه يظل القائد محبوس بين أربع حيطان. في سبب هون، يعني الواحد خليه يطرح نفسه سؤال على نفسه. طالما هم شايفين منه خطر، وخلينا نسميه خطر إيجابي مو خطر سلبي، لأنه الخطر ممكن يجي من أي شخص إرهابي شو ما كان. هذا الخطر نحن نسميه خطر إيجابي لأنه خطر بس على سياساتهم، أما هو بالنتيجة نحن كشعوب وخاصة بمناطق الإدارة الذاتية نحن عم ننادي بالحرية بالمساواة بين الرجل والمرأة وقام نشتغل على هذا الشيء. فموضوع أنه يظل معزول تجي من باب أي جيش بده يحارب أي جيش ثاني مباشرة يكون الهدف القضاء على قائده، فبس انقضى على قائد الجيش كله راح ينهار. وهون نحن نفس الشيء تقريبا. طالما هو معزول وموجود بين أربع حيطان هم مفكرين أنه هذا الشعب ما راح يقدر يتحرك. الحمد لله أنه تم إيصال عدة رسائل من قبل القائد لشعوب المنطقة بشكل عام ولأي شخص حابب أنه يعيش كإنسان حر ما بأي قيود تقيده. تمام. والموضوع الثاني هم يعرفون حق المعرفة أنه هو إنسان ناجح وإنسان مسالم بعيد كل البعد عن الإرهاب اللي هم وصفوه فيه. فهاي غايتهم كسياسة الدولة التركية. طبعا الدولة التركية مو لحالها تشيل هاي المسؤولية، في دول ثانية داعمة لهذا الموضوع، فخلاص هو يظل ضمن أربع حيطان احنا بخير. هم هيك مفكرين. طبعا هذا الشيء هم ان شاء الله ما راح يوصلوا له. احنا راح ناخذ بفكر القائد ونشتغل عليه سواء كان موجود او غير موجود. يعني بدال عبد الله أوجلان واحد راح نكون نحن كلياتنا عبد الله أوجلان بفكرنا وبطريقة إيصال فكرنا وتحقيقه على أرض الواقع. كعضو بمؤسسات المجتمع المدني بدير الزور أكيد أطالب كل الجهات المعنية وأطالب كل شخص يقدر يكون له ثقل بهذا الموضوع. نحن نطالب أكيد بفك العزلة عن القائد نشتغله، فنحن نطالب بفك العزلة عنه أو على القليلة يسمحون باللقاء مع المحامين تبعوله مع الأشخاص اللي يتواصلون معه، يعني يكون في وسيلة تواصل أقلها يعني أقلها. ولكن مطلبنا الأول والأخير فك العزلة عنه، وهو بالتالي إنسان مسالم لا أنه إرهابي ولا أذى أي حدا، يعني ما ارتكب هذاك الجرم اللي يستوجب انه ينحط بين اربع حيطان. وهذا مطلبي ومطلب كثير من الناس. طبعا لقدم القائد عبد الله أوجلان من نضال على مر التاريخ ومر العصور مذكور، لكن الأهم اللي صار على أرض الواقع هو حرية المرأة، اللي أكد عليها بقوله أنه حرية المجتمع نابع من حرية المرأة. ونضال الرفيقات اللي استشهدوا واللي موجودات حاليا يناضلون مشان الحرية لحد الآن موجود. ونحن أيضا كمرأة نعترف بحريتنا اللي موجودة حاليا وآخذين مواقعنا كصفات وظيفية، إن كان بعمل أو إذا كان في مجتمع أو بالمنزل أو بأي صفة كانت. بالنسبة لعزلة القائد عبد الله أوجلان بالسجن، لا في النضال الموجود، هو حتى خايفين من نضاله، حتى هو ضمن الجدران اللي هو موجود فيها لا محامين ولا الأهالي. نطلب الفك الحصار عن القائد عبد الله أوجلان، وندعي المؤسسات والمنظمات الإنسانية نظر بهذا الموضوع وفك الحصار عن القائد عبد الله. نحن كمرأة متحررة واللي شفناه وإن شاء الله راح نكمل على مسيرة رفقات الشهداء واللي تحررن من العبودية والظلم على مر السنين، نحن راح نظل على هذا الطريق مستمرين إلى حين حتى تحقيق النصر. راح نظل على هذا الطريق مستمرين حتى تحقيق النصر وفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.